السلام عليكم، ازيكم؟ انا فاطمة ابراهيم. هنعمل النهاردة كشري مصري بكل تفاصيله واسراره. تعالوا نشوف الطريقة وان شاء الله تجربوه يعجبكم. هنعمل اول حاجة التقلية علشان هنستعمل الزيت بتاعها للكشري كله. ده بصل متقطع شرايح كده كبيرة، بلاش نفرمه ناعم قوي، وهنحط عليه معلقة كبيرة دقيق او معلقة نشا او معلقة ملح، اي حاجة من دول ندعك بيها البصل علشان هو ده اللي هيخليه مقرمش معانا وطعمه حلو. بعد ما ندعك كده البصل بالدقيق او النشا او الملح، نبدأ بقى نحطه في زيت. الزيت اللي هنستعمله يكون فاتر، ما يكونش سخن قوي، يعني نقدر كده نحط ايدينا فيه ما يلسعناش. ننزل بقى كده البصل بتاعنا، وطبعا الزيت برضو لازم يكون غزير شوية علشان البصل معانا كده يقرمش ويتحمر حلو وياخد لون جميل. ونفضل بقى كده بالشوكة نقلب فيه من وقت للتاني ونفك كده من بعض، والنار هتكون متوسطة، ولا عالية قوي ولا واطية. نفضل نقلب فيه من وقت للتاني لغاية ما يبدأ ياخد لونه. مهم جدا ان الجناب كده برضو ندخلها لجوه علشان الجناب بتتحمر اسرع. هيبدأ بقى كده يحمر، لازم ايدينا تبقى فيه باستمرار علشان كله ياخد لون واحد. اول ما يوصل كده للدرجة دي، نبدأ بقى نطلعه على مناديل مطبخ. اللون ده بتاعه كده كويس قوي. ورشة الدقيق زي ما قلنا برضو بتفرق جامد قوي في التقلية بتاعة الكشري. ونرش عليه كده شوية ملح وشوية كمون علشان نطعمه اكتر، والريحة بقى هتلاقوها طالعة حلوة قوي. ونقلبه كده بالراحة جدا بحرف الشوكة، ونسيبه في مكان متهوي، بلاش مكان مكتوم علشان يفضل مقرمش معانا وما يطروش. نسيبه بقى كده على جنب، وهناخد الزيت اللي عملنا فيه التقلية ده بقى هنصفيه وهنستعمله في باقي الكشري. الزيت ده بيبقى طعمه حلو جدا، طبعا بقى واخد من الفليفر بتاعة البصل كلها، والبصل كمان بيبقى اتحمر حلو ونزل كل الفليفر بتاعته، بيبقى جميل جدا. هناخد منه شوية ونحطها في حلة على النار، وننزل فيها ببصلة صغيرة مفرومة ناعم، ويدوب بس كده البصلة تبدأ تتحمر معانا. هننزل عليها بنص كوباية عدس بجبة. العدس طبعا لازم يكون مغسول كويس جدا ومتنقي كويس. انا عن نفسي مش بنقعه، انا بعمله كده على طول، بسلقه شوية الاول علشان بيبقى اسرع بكتير. نشوح كده العدس بتاعنا كويس قوي في البصلة لغاية ما ينشف خالص من المية اللي فيها علشان ما يعجنش، وننزل عليه بحوالي كوبايتين مية كبار، او لغاية يعني المية ما تغطي العدس، ونسيبه بقى لغاية ما يسلق نص سلقة. بياخد حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، مش كتير. ما نقعدش برضو نسلقه جامد علشان ما يتهريش، لانه لسه هيكمل سوا مع الرز. بعد النص ساعة بقى، شايفين بدأ لونه ازاي يفتح شوية وبدأ يبقى قطرة. نمسك واحدة كده برضو وندوس عليها بالراحة، لو لقيناها بتتعمل معانا بتتكسر بسهولة يبقى كده خلاص. نصفي بقى العدس بتاعنا كويس في مصفى ونسيبه على جنب. في نفس الحلة بقى هنحط نص كوباية شعرية. الشعرية هنحطها قد العدس، يعني نص عدس على نص شعرية، ونقلب كده الشعرية لغاية ما تبدأ تاخد لون ذهبي معانا. هنحط بقى عليها كوباية ونص رز، يعني الرز بيبقى اكتر من نص الشعرية والعدس بحاجة بسيطة. نص شعرية ونص عدس وحوالي كوباية او كوباية ونص رز. ونقلب برضو الرز، لازم نكون طبعا غسلينه كويس ومنشفينه حلو قوي من المية، ونقلبه كويس جدا مع الشعرية. والشعرية هنا برضو لما جيت حمرتها محمراها في الزيت بتاع التقلية زي ما قلنا في الأول، ده اللي هنستعمله في الكشري كله. وهننزل بقى عليهم بعد كده بالعدس المسلوق، والبصلة دي برضو اللي حطيناها مع العدس بتدي طعم وريحة حلوين قوي. نقلب بقى كده كله مع بعض، وبعد كده نبدأ نتبل بقى الكشري بتاعنا. هنحط عليه ملح وفلفل اسود ومعلقة صغيرة بهارات ومعلقة كبيرة كمون. الكمون برضو مهم في الكشري علشان العدس. والحتة دي بقى مهم جدا نحط معلقة صغيرة توم مفروم ني، بيبقى في منتهى الجمال. ونحط برضو كده شوية كمان من الزيت بتاع التقلية علشان نعلي الفليفر. صدقوني بقى معلقة التوم النية دي مع شوية الزيت الزيادة دول كمان بيخلوا الكشري حلو قوي. نقلب بقى كله مع بعض حلو جدا علشان نتأكد ان مفهوش مية خالص، وده اللي بيخليه مفلفل كده معانا وحلو قوي. ونحط معاهم كمان نص كوباية قد اللي عايرنا بيها العدس والشعرية مكرونة من الصغيرة دي، ونديها بس كده تقليبة بسيطة خالص معاهم. المكرونة هنا انا حطاها نية علشان يبقى اسهل كده كله في حلة واحدة. اللي عاوز يسلقها يسلقها، بس انا شفتها ان بالطريقة دي برضو اسهل كده علشان نقلل في الحلل، يبقى كله مع بعضه كده حلو قوي.
نديها بس كده تشويحة بسيطة خالص علشان بعد كده ما تعجنش وما نحمرهاش، يدوب بس تشويحة خفيفة جدا. ونبدأ بقى نسقي الكشري بتاعنا. المية المفروض ان احنا نحطها للكشري ان يدوب بس كده تبقى لمسة اول صف، ما نكترش عن كده، مش زي الرز العادي ان المية تغطيه بحاجة كتير، لا يبقى يدوب بس كده مغطياه علشان ما يعجنش. واول المية ما تبدأ تغلي ننزل عليها بمكرونة سباكيتي نكون كده قسمينها بالنص. انا برضو حاطة كده حوالي كبشة، ونقلب بقى كله كده مع بعض بالراحة خالص، ونسيب بقى الكشري لغاية ما يبدأ يتشرب معانا. ومهم جدا ان احنا بس نقلب فيه كده باستمرار بحرف الاسباتولا كده او بشوكة علشان ما يعجنش معانا. ونسيبه بقى على نار هادية لغاية ما يستوي براحته خالص، ونبدأ بقى نعمل الصلصة بتاعتنا. هنحط برضو شوية من الزيت بتاع التقلية في حلة على النار، ونحط عليهم معلقتين صغيرين او معلقتين ونص توم مفروم، ونشوح التوم كده في الزيت لغاية ما يبدأ يصفر وياخد لون، وننزل عليه بمعلقتين كبار من الخل، ونشوح كده الخل مع التوم لغاية ما يبدأ يتبخر شوية علشان ما يبقاش حامي قوي. ونحط عليه بقى حوالي مثلا كوباية من عصير الطماطم المعصورة، ونحط برضو معلقتين كبار صلصة طماطم علشان برضو تدي للصلصة بتاعتنا لون حلو كده. وهنقلب كده كله مع بعض كويس، ونحط لها معلقة ملح وفلفل اسود وكمون، كمون برضو حلو قوي في صلصة الكشري. ونحط معلقة صغيرة سكر علشان الحموضة، وعصير ليمونة كبيرة. الليمون برضو في صلصة الكشري بيدي طعم حلو قوي. هنقلب بقى الصلصة بتاعتنا كده شوية، وبعد كده ننزل عليها بشوية مية حوالي كوباية، ونسيب بقى الصلصة على نار هادية لغاية ما تتسبك معانا. وادي برضو الكشري بعد ما اتشرب معانا نبدأ نديله تقليبة بسيطة كده من تحت لفوق علشان المكرونة ما تمسكش في بعضها، ونرجع تاني نغطيه ونسيبه لغاية ما يكمل سوا. هو كده هيحتاج حوالي ربع ساعة كمان ويبقى استوى وتمام قوي. نبدأ بقى دلوقتي نعمل الشطة المشطشطة. هنحط برضو في حلة شوية كده من الزيت بتاع التقلية، ونحط عليهم معلقة كبيرة كده شطة او معلقتين على حسب نوع الشطة ايه، ونحمر الشطة كده حاجة بسيطة قوي على نار هادية في الزيت ده علشان تطلع الفليفر بتاعتها. ونحط بقى عليها شوية من الصلصة اللي احنا عملناها بتاعة الكشري اللي عملناها من شوية، ونديهم بس كده تقلبتين على النار. وخلاص على كده نحاول بس نبعد وشنا شوية في المرحلة دي علشان الشطة بتبقى حامية جدا وبتطلع ريحة قوية قوي، بس بقى بيبقى احلى شوية شطة تاكلهم مع الكشري. نبدأ بقى دلوقتي نعمل الدقة. هنحط حوالي راس توم مفرومة ناعم، ونحط عليها ليمونتين كبار على معلقتين خل على شوية ملح وذرة فلفل اسود صغيرين خالص ونص معلقة كمون. هنقلب كل ده مع بعض كويس قوي، بعد كده نحط عليهم حوالي كوباية مية او كوباية ونص، ونقلب كله مع بعض. وبرده بقى دي كده بتبقى دقة جامدة جدا زي بتاعة المحلات بالظبط. نبدأ بقى نغرف الكشري بتاعنا. ادي الكشري بعد بقى ما سيبناه لغاية ما استوى خالص، شايفين مفلفل ازاي، والمكرونة بقى مش ماسكة في بعض خالص، وريحته بقى مش قادرة اقولكوا. فص الثوم الني اللي بنحطه ده بيفرق جدا في الكشري. نبدأ بقى نغرف كده، ممكن نغرفه بشكل لذيذ يعني، واللي احنا عايزينه بقى الغرف ده على حسب ذوقنا. ممكن بقى نحط الصلصة بتاعتنا كده بالجنب شوية علشان تدينا شكل حلو. نحط مثلا خط صلصة وخط كده تقلية، ونحط برضو كده صف حمص. الحاجات دي برضو الغرف بيدي شكل جميل جدا، مع ان بتبقى حاجة بسيطة بس بتدينا شكل حلو. نظبط كده طبقنا حلو يبقى صف وصف وصف من كل حاجة. وطبعا بقى الطعم كمان بيبقى احلى كمان من الشكل. صدقوني طريقة الكشري دي حلوة قوي، جربوها وهستنى رأيكم. نقدم بقى مع التقلية والصلصة والدقة والشطة وناكل احلى كشري. لازم طبعا الشطة دي نخلي بالنا منها لان هي بتبقى مركزة جدا، فحتة بسيطة كده لغاية ما نشوف هنحتاج زيادة ولا لأ. وطبعا بقى ندلق كده بقى من الدقة بتاعتنا دي، يا سلام. لازم تجربوه وتقولي رأيكم فيه ايه. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وضروري نعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب بعد اذنكم.